يا سلام بقى لما تعملي أكلة صحية اقتصادية موفرة في الوقت والمجهود وفي المواعين. هاتي 1.5 كيلو من البتنجان الرومي، معانا نص كيلو من البطاطس متقطع طرنشات، وترصي في الصاج بتاعك. طبعا الحاجات دي مغسولة كويس. ومعانا ربع كيلو من الجزر متقطع برضو طرنشات. والفرن بتاعك يكون سخن على درجة حرارة 200. وهنجهز الرف اللي في النص لحد ما يسخن. الفرن بتاعنا بيسخن على ما نجهز الخضار. معانا ربع كيلو من الفلفل الرومي، ممكن اخضر ممكن احمر ممكن مشكل على بعض اللي يعجبك. وراس توم سليمة هتغسليها كويس تحت الحنفية وتقسميها نصين بالسكينة، وتحطيها برضو مع الخضار بقشرها كده زي ما هي، بس مغسولة ومقسومة نصين. مش بقول لكم أكلة سريعة وموفرة في كل حاجة. ومعانا بصلة كبيرة متقطعة على 4 أو طرنشات، وهترصيها برضو مع الخضار بتاعك. في كيلو من الطماطم بس أنا ما لقيتش مكان في الصينية، هحطها برضو في الفرن لوحدها وبرضو في صينية، واغطيها بورقة فويل واسيبها تتشوي في الفرن. نغطي كويس وهتقعد معانا حوالي ساعة إلا ربع على درجة حرارة 200. بعد الساعة إلا ربع بتاعتنا ما خلصت، هنشوف بقى الخضار بتاعنا استوى. عايزة تقشري البتنجان قشريه، مش عايزة تقشريه وتوفري مجهود زي كده ووقت هتهرسيه، هو كده كده ما بيبانش. وتجهزي الهرسة بتاعتك أو بالشوكة وتضربي في قلب الصاج بتاعنا أو الصينية بتاعتنا زي ما احنا. خضارنا كله استوى وناعم. هنبتدي بقى نهرسه كده بسرعة. كل الخضار بتاعك ما هيكون استوى وناعم، المهم ان انت تقفلي على الصينية كويس. وده كيلو الطماطم برضو حطيته في الفرن اتشوى معاه. ما تتخيلوش الخضار لما بيتشوي ريحته بتبقى حلوة ازاي. اكلة صحية نظيفة جدا موفرة جدا وهتحبوها قوي ومش هتبطلوا تعملوها، بس جربوا واعملوها. معانا معلقه كبيره من الملح، معلقتين كبار من بهارات الشوي. بهارات الشوي فيها بهارات كفته، بهارات لحمه، بهارات فراخ، اللي يعجبك او اللي موجود عندك حطيه. وهتنزلي عليهم معلقتين كبار من الزيت. قلبي بقى الخضار بتاعك كويس. الفرن بتاعك برضو سخن زي ما هو، ما تدفيهوش، هتخليه شغال. وظبطي وش الصينيه كده حلو بظهر المعلقه. وجهزي كام قرن فلفل كده حلوين، انا حطيت حامي. وظبطي الوش بتاعك وهندخلها الفرن تاني 10 دقايق تاخد لون ونطلعها. ما تنسوش اللايك والشير.